اعمل سبت، اعمل محيار، اعمل حصيره زي ديت لا شك. راجل فنان، الفنان بيعمل كل حاجه. الشانه دي بتنعمل لمؤاخذه، بنجيب حطبها واخد بالك وبنقعد نشتغلها احنا وعيالنا، وبتتعلم لمؤاخذه. الواد الصغير بيتعلمها، بيرجع تاني الست بتتعلمها، وبتتوارث جيل بعد جيل وجيل بعد جيل وهكذا. الجيل بيموت يجي جيل غيره بيتعلم برضه. مهنه متوارثه ابا عن جدا. بنعمل الشماسي ديت بتنعمل للمنتجات السياحيه والسياح والاجانب وكلام من ده، بيقعدوا في ضليطه وكلام من ده، لانها شكل جمالي حلو وحضاري وكده، وبيقعدوا عليها ويشوفوها بيتبهروا جماعه الاجانب السياح الاجانب وكلام من ده. بص حضرتك، من بدايه الابتدائي اعدادي شغلتنا ديت يدويه، واخد بالك، زيها زي الجريد، زي اي شغلانه يدويه، وكله واخد بالك بيحسن معيشته منها. لكن احنا اساسا عايشين اصل وفصل منها، لا في راتب ولا في وظيفه ولا الحمد لله رب العالمين. يعني هيبقى الفرق شاسع جدا، يعني يعتبر جنب الخرزان ببلاش بالنسبه للفندق، يعني رغم ان هو يعتبر اقل حاجه بتخش في الفندق هو الشغل بتاعنا. احنا شغلنا راح دول كتيره، السعوديه، راح الكويت. ناقص حد ان هو يكون واحد فنان وعارف الشغلانه ديت، ياخدنا يودينا معارض بره عشان تدر على البلد دخل كويس.